السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بسم الله ما شاء الله، هي دخلت الشتاء بتحب المحشي طول الشتاء أصلا. عملنا بقى بص ده الكرنب، وانا حاطه الفرشه بتاعته وجزر زي ما انتم شفتوا كده، والعروق بتاعت الكرنب عايزين تشيلوها شيلوها، مش عايزين بس انا حبيت اوريها لكم. وعملت ورق عنب وعملت بتنجان. الفرخه دي انا سلقتها بطريقه ممتازه، فوق الممتازه كمان. ايه رايكم؟ يلا بينا على المطبخ ونشوف احنا عملنا الاكل ده ازاي. نعمل خلطة المحشي الأول. أنا بقول لكم يعني أنا المستكة بتاعتي صغير أوي، حطيت فص مستكة ونص كوباية زيت. دي بصلتين كبار وعليهم قرنين فلفل حامي، اللي هو الفلفل الأخضر. أنا ما بحمروش على فكرة، أنا ما بحمرش البصل، أنا بس بدبله. بصوا شكله عامل إزاي أهو. طعم البصل بيبقى في المحشي حلو أوي. أنا حطيت كده عصير الطماطم أهيت، حطيت كده معلقة ملح، دي المعلقة صغيرة، أنا حطيت منها معلقتين، نقول معلقة كبيرة. وأدي معلقة سكر، أيوة سكر يا ميمي ميمي، أيوة سكر، ما تخافوش. أهو. بصوا أنا ما بخليهاش تتسبك أوي، أنا يا دوبك بتتبخر بس من المية. هشيل شوية بس كده وهقول لكم هنعمل بيهم إيه في الآخر. أهو. وأدي الرز أنا غسلته وأحطه، بص مش متسبكة أوي، أنا هحط الرز. أنا بشوح الرز ده فيه اللي هو نقول إيه نص سوا، مش تلات ارباع سوا، لا، هو بياخد تشويحه نص سوا. الطعم عارفه لما بتيجوا تحطوا حله المحشي لو زياده، مثلا عاملين حلتين ولا حاجه بتحطهم في الفريزر. طبعا الكرنب انتوا بتعرفوا تسلقوا، ستات البيوت شاطره. وورق العنب انا حطيت ملح وشويه كمون في الميه وبس، بس انا بحط الاول من عند العروق عشان ما يتكسرش. اهو بصوا انا بشوح ازاي اهوت الرز. اه. بصوا انا عندي يا جماعه يعني السلك بتاعكم لو قريب، لو قريب من البوتاجاز انا بحط الصاجه ديت، ابصوا اهي، عشان سلك الكهرباء دايما بخليها جنب دي بتاعت الرز، شياطه الرز اهي. وادي الكرنب اهوت كده احنا سلقناه. وورق العنب انا بحط شويه خل في الميه، شويه خل عشان المزازه تبقى بتاعته حلو. بصوا كده خلاص اهو، كده خلاص. وما ينفعش نحشي منه المحشي خالص وهو سخن، انا بسيبه يبرد خالص. معايا برضه بص المستكه صغننه قوي ازاي، برضه هقول فص مستكه في حته سمنه صغيره بسيحها. وبصوا وادي الفرخه اهيت، انا مقطعاها يعني ما شاء الله الحته، يعني الفرخه كبيره مقطعه الحته اتنين، بحطها على جلدها هنا كده بس. وادي بصلايه، وادي عرقي كرفس، وواحدة جزرايه مقطعاه، وكم حبايه كم فص حبهان ورق لورا، واربع حبات كوبيبه صيني. وحطيت نص معلقه فلفل اسمر، مش مليانه يعني. بصوا اهو، انا بديها صدمه مش قادره اقول لكم على الريحه بتاعتها بتبقى عامله ازاي، والشوربه بتاعتها. وليمونه كامله او نص ليمونه عادي، مش بتتعصر، انا بحطها بحد، ولا فيها ريحه الزفره ابدا. تشوفوا تقولوا الفراخ زفره ولا حاجه، لا لا خالص. انا معلقه على ميه بتغلي، هحط كده معلقه ملح حسب الحياء بتاع الفرخ. هسيبها بقى تغلي واوطي عليها، تبقى ايه النار هاديه عليها، واسيبها شويه لغايه ما تستوي. ادي بصوا بردت خالص اهي. هحط معلقه كمون، معلقه كمون كبيره اهي. ودي معلقه قرفه صغيره، معلقه قرفه صغيره. وهحط حوالي معلقتين من النعناع ناشف، بس بفركهم ازاي، بنعمهم زياده كمان علشان الريحه تطلع. حطيت حبة شطة، ده حسب الرغبة، عشان الشطة ما كانش حامية القرنين اللي فات. ده آخر خضرة عندي من الشتاء اللي فات، دي آخر الخضرة اللي كانت عندي. أنا بفرفتها، ما ينفعش إن احنا نطلعها ونركنها على الرخامة جنبينا عقبال ما نخدع ونعمل كده. بصوا بصوا لونها أخضر إزاي، اللي مفرزاها قدامكم في الشتاء اللي فات. انا حطيت على ايد العنب كده في الحله. وبص انا اسرع طريقه ليا هي ايديا بصراحه. اللي عاوز يحشي بقى على الرخامه، على طبق، على الترابيزه، اي حاجه، ده براحتكم. انا بوريكم دي اسرع طريقه ليا، وهي بتريحني فعلا. بصوا انا بلف الورق العنب ازاي، بتنيها من هنا ومن هنا، وبتنيها كمان عشان الرز ما يخرجش منها اهو. بصوا دي اسرع طريقه ليه. وادي فرشه الكرنب، انا عشان هقلبها عامله، يعني انا هعمل الحله الصغيره على قد ايه اكلنا، الباقي أقوم حاطاه في الفريزر، ما بيبوظش ابدا ولا بيبوظ عشان الرز متشوح. انا بقطع الورق بالطول، وباخد على قد الصباع. لو عايزين تقطعوا ورقه ورقه عاديه، بصوا اهو، يعني في ناس بتقطع الورقه اتنين كده مثلا، كل حاجه على قد الصباع. انا بستسهل الدنيا بحيث ان انا ايه اقطع واعمل يعني احشي واقطع احشي واقطع. اه. وريتكم كده خالص اهو المحشي الكرنب وورق العنب
اهو ادي البتنجان كمان عبيته، يعني مش حابه انكم تشوفوا الورق البتنجان وانتوا وانا بحشيه. كلكم ستات بيوت شاطرين. دولت شويه الصلصه اللي انا حطيتهم في طبق، حطيتهم على وش البتنجان، يا جماله يا جماله، على الطعم بيبقى حكايه فيها. اه، وحطيت ليمون كمان، نص كوبايه، نص فنجان ليمون على ورق العنب اهو. بصوا انا ده استوى خلاص اهي. وورق العنب كمان استوى، انا حطيت عليه معلش شويه زيت ونص فنجان ليمون. والمفروض انا كنت اوريكم الكرنب، بس انا ايه يعني نسيت وحطيته على طول قلبته. انا قلباه في الطبق اهوت. اكلاتي على اليوتيوب والتيك توك يا حبايبي.